اهلا بيكم حبايبي، وحشتوني. ويلا بينا مع بعض في الفيديو ده هنعمل القرص الفلاحي بالعجوة والقرص كمان السادة. يلا نصلي على النبي. وقبل ما نبدأ يلا حطي اللايك الجميل كده بايدك، وهتتابعيني ليه يا ست البنات، علشان زي ما قلتلك انا هجيبلك الخلاصة. بجرب وصفات كتير وطرق كتير وبجيبلك انجح وصفة. هنا معايا كوبايتين لبن، نزلت عليهم ب5 معالق سكر حبيبات وباكت خميرة فورية. اللي انا هعمله، الكمية اللي هعملها دلوقتي هي كيلو دقيق. تقدري تضاعفي الكمية تعملي نصها اللي يريحك. قلبتهم ونزلت عليهم بكوباية سمنة، او كوباية سمنة على زيت او زبدة على زيت، بس لا يعني ما يفضلش ان هو يكون زيت بس. ونخلت عليهم كيلو الدقيق، ونزلت عليه بنص معلقة ملح. عجنت العجينة دي كويس. هخلي جنبي نص كوباية لبن او مية، علشان للعجينة لما تحتاج هنزل عليها باللبن كمان. انا هنا خدت كمان نص كوباية لبن لحد ما العجينة وصلت للملمس ده. تمام، هي كده بقت تمام وجاهزة. هسيبها ترتاح حوالي نص ساعة، لازم تخمر وفي مكان دافي. هغطيها كويس وهسيبها تخمر لمدة نص ساعة. عدت نص ساعة والعجينة خمرت اهي. جبتها نزلت بيها قدامي على الرخامة، خرجت منها الهواء. ودي كنت عاملة ايه، كنت مجهزة العجوة، عاملاها كده بحجم ليمونة صغيرة وحطها على ورق زبدة قدامي. وهبدأ اكور العجينة بتاعة القرص. هعملها بحجم برتقانة صغيرة، وبعد ما اخلصهم هغطيهم واسيبهم كمان نص ساعة. وهنا بعد ما خمروا والعجينة ارتاحت خالص، هاجي احط فيها العجوة بالشكل اللي انت شايفاه ده، واقفل كويس جدا عشان مفيش حاجة تطلع وتلزق في الصينية وهي على الفرن. بالشكل ده قدامك. هرصهم بقى في الصواني لحد ما اخلص الكمية كلها. طبعا ده اللي اما السادة فاحنا هنفرد بس العجينة ونحطها في الصينية وخلاص. طبعا احنا بعد ما نخلص الكمية كلها هنسيبهم كده قبل ما ندخلهم الفرن حوالي ربع ساعة. هنسخن الفرن على درجة حرارة 180، وهياخدوا وش. لو انت احتاجتي ممكن تشغلي الشواية بس دقيقتين ياخدوا الوش ده. يعني بصي بسم الله ما شاء الله، يعني عايزة اقولك قلب القرص زي الاسفنجة بالظبط. شايفة دي السادة، دي من غير اي حشوة، شايفة عاملة ازاي. ودي اللي بالعجوة. ما شاء الله، جربوها وقوليلي رأيك في الكومنتس. ويلا يا ست الكل كده ما تنسيش اللايك والاشتراك، وكل سنة وانتوا طيبين.